طبيعي ان احنا ما نكونش عارفين اصلا ايه اللي هيحصل بعد كده، وعشان نعرف ايه اللي هيحصل بعد كده لازم نجرب. مثلا تخيل انك ماشي في طريق طويل جدا عشان عايز توصل لحاجة، وانت عمال تتقدم في الطريق ده خطوة ورا خطوة لانك شايف الخطوة الجاية هتوديك لفين. بس فجأة وانت ماشي في الطريق ده لقيت باب قدامك، فانت فضلت واقف تفكر هو ايه اللي ممكن يكون ورا الباب ده، ايه اللي ممكن يحصل لو فتحت الباب ده. وانت واقف تفكر انت عمرك ما هتتقدم ولا هتتحرك من مكانك خطوة تانية خلاص، لانك خلاص وقفت عشان بس انت خايف من الحاجة اللي انت ما تعرفهاش. ما طبيعي ان احنا ما نكونش عارفين اصلا ايه اللي هيحصل بعد كده، وعشان نعرف ايه اللي هيحصل بعد كده لازم نجرب. الكلام ده يا جماعة ان التجربة مش معناها ان احنا هنلاقي حاجة حلوة ورا الباب ده، لكن او مش هي الضمان الوحيد ان احنا نلاقي حاجة حلوة ورا الباب ده، لكن هي الضمان الوحيد اننا ما نفضلش واقفين مكاننا، او اننا مش هنفضل واقفين مكاننا، هنتقدم ان شاء الله. لو جربنا والله هنتقدم، حتى لو فشلنا ووقعنا هنتقدم.